ريحته سر جاذبيته، أول ما شمت ريحته طبت في حبه على طول. علاقتهم بدأت برقصة واتجوزها نجمة وهو ما عندوش شقة. أبوها وجب معاه وهي خلته نجم كبير، ولادهم نجوم التيك توك. قصة حب يشهد ليها الوسط الفني كله إنها أنجح القصص، نتج عنها عيلة لطيفة جدا أو كوميدية جدا جدا. أسرار قصة حب أحمد داوود وعلا رشدي. يا ترى إيه حكاية رقصة حبنا، وإيه الواجب اللي أبوها عمله معاه؟ ليه أحمد كان خايف يتقدم لها، وإيه أبرز كواليس وأسرار حكايتهم؟ لو اتشوقتوا تسمعوا القصة وما فيها يبقى تكملوا معايا الفيديو للنهاية، علشان اللي جاي كله جديد في جديد. نجوم محبوبين على التيك توك، بس قصتهم ما كانتش بالساهل. مروا بحاجات كتير قبل ما يتجوزوا، بالذات إن أحمد ما كانش نجم مشهور وما كانش معاه فلوس وقت جوازهم. في البداية راحت علا مركز الإبداع تتعلم الرقص والتمثيل، قابلها شاب حليوة شبه تمثال ديفيد، وده اللي قالته علا رشدي عن بداية قصة حبها من أحمد داوود. كانت رقصة الصلصة هي السبب في شرارة الحب دي. هي تعرف لغات كتير وسافرت دول العالم، أصلها خريجة الجامعة الأمريكية وبنت الناس الأغنياء. قابلت الشاب الوسيم، وأول لقاء بينهم اتطلب منهم يرقصوا مع بعض رقصة الصلصة. أحمد أول ما شافها قال دي ولد ولا بنت؟ دي أصلها كانت لابسة تيشيرت أبيض وبنطلون أسود وشعرها قصير. وبعد ما قدموا العرض سوا بقوا أصحاب، حتى كانوا بيقولوا لبعض إنهم إخوات، لكن مشاعرهم اتغيرت وحبوا بعض. الآية اتعكست بقى، أصل الناس بتتقدم وبتقولوا مين دي اللي أنت متجوزها، وبيتريقوا على شكلها. وأحمد داوود اللي افتكرها ولد في الأول هو اللي بيرد على أي حد يقول لها كلمة ومش ولا بد، ويقول لهم كانوا بيقولوا لها كده أول ما حبينا بعض، أصل ولا كانت مشهورة وأنا لا، فالناس تقول لها مين دي اللي ماشية وياه ومحدش عارفه. وقفتها جنبه حاجة كبيرة قوي عنده، هو أنسب واحد يدافع عنها. أبوها ما كانش موافق على الجوازة في الأول، وأمها كانت فاكراه عيل. أحمد راح لأبو علا وقال له أنا بحب بنتك وعاوز أتجوزها. اتفاجئ برفض ولا، ومامتها كانت بتقول لهم أنتوا إخوات. أحمد قال إن مامة علا كانت شايفاه عيل صغير لسه فنان في نفسه. لحد دلوقتي بتعرفوا على الناس المهندس أحمد داوود. اتفق أحمد وعلا إنهم يستنوا عليهم شوية لحد ما يقتنعوا بيه، وبالفعل بعد زن كتير وافقوا يقابلوا عيلة أحمد، وكانوا متوقعين إنها مش هتكون مقابلة عادية. قالوا أكيد هتقوم خناقة بين العيلتين، بس ربنا ستر وقروا الفاتحة. عملوا فرحين، واحد للأهل لبسوا فيه فستان وبدلة علشان يرضوا أهلهم، واحد تاني في العين السخنة لأصحابهم ولبسوا فيه فساتين عادية، وكان كله رقص مع صحابهم، لا كوشة بقى ولا تكتيفة. اتجوزوا بدأوا حياتهم في شقة في بيت باباها، وبقى نجم كبير وعندهم بيت جميل، وخلفوا 2 آدم وجميلة. ولادهم نسخة طبق الأصل، جميلة طلعت شبه علا وآدم طلع شبه أحمد، وكأنهم متفقين. بيطلعوا على التيك توك وبيعملوا فيديوهات مضحكة، عيلة كوميدية جدا. الناس حبتهم وبتطلب منهم دايما فيديوهاتهم، وبالذات فيديو الرقص اللي عملوه الأربعة مع بعض واللي كسر الدنيا مشاهدات. علا عيشتنا معاها فترات دروس ولادها الأونلاين وطبخها وكمان لعبها للرياضة ده، ولحد كمان وهي بتتصرح لولادها كانت بتنشرها على السوشيال ميديا. مرت سنين على جوازهم ولسه الحب بينهم زي ما هو وبيزيد كمان. المتوقعين ولادهم يكونوا على نفس طريقتهم ويطلعوا ممثلين، ولا هياخدوا طريق تاني؟ وايه اكتر حاجة عجبتكم في قصتهم؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.